لو انت اشتريت اير فراير او ناويه تشتري اير فراير يبقى لازم تسمع الاربع حاجات دول. اول حاجه، لو جايباها مهما كان نوعها ما ينفعش تملي الاير فراير اكل على الاخر، لازم يبقى في مساحات ما بين الاكل عشان دي معتمده على توزيع الحراري بالهواء، فبالتالي الاكل كله كل الجوانب بتاعته يخش له الحراره ويستوي كويس. ثاني حاجه، لازم تنضف الاير فراير كويس جدا بعد كل استخدام، يعني بلاش تكسلي وتقولي انضفها كل مرتين ثلاثه، ده لان الزيوت والدهون وفتافيت الاكل اللي بتبقى فيها بوظ الماده العازله اللي بتبقى على الصاج الداخلي او الاستانلس الداخلي بتاعها، فلازم تتنضف كويس جدا بعد كل استخدام. وخلي بالك في نظافتها زيها زي الحلل الجرانيت او التيفال، ما ينفعش نستخدم فيها سلك مواعين او حاجات تكون حاده عشان ما تجرحهاش وتبوظها، لازم نستخدمها بالسبونش او الحاجات اللي هي بتبقى طريه في التنظيف. ثالث حاجه، تكايه مهمه جدا مش اي حد هيقولها لك، قبل ما تحطي الاكل جوه الاير فراير شغليه دقيقه او دقيقتين عشان يسخن، وده هيفرق معاكي قوي في الطبخ. ورابع حاجه، بعد الاستخدام لازم نعينه في مكان بعيد عن البخار ويكون جاف عشان خاطر نحافظ عليه لاطول عمر ممكن. واخر حاجه واهم حاجه، انك حضرتك لازم تتابعيني انا رؤوف يوسف، بقدم محتوى فيديو عن معلومات عن الادوات المنزليه، وكمان بعمل عروض حلوه جدا، فانت لازم تعمل لايك وشير وكمان متابعه. سلام.